فيلم 6 أيام و7 ليالي منتج عام 1998، وبتدور أحداث الفيلم عن كوين وروبن يلي بتصعد فيهن الطيارة بجزيرة معزولة. وبيبدأ الفيلم من عند روبن وحبيبها فرانك يلي بيقرروا إنه يطلعوا على جزيرة الكاواي ليقضوا عطلتهم، وبيستأجروا كوين يلي بيكون طيار حتى يوصلهم. وفعلا بنشوفهم وصلوا وبتكون معه مرافقته، وبيوصلوا الجزيرة وبتقضي روبن وحبيبها أوقات لطيفة، وبتقدم لخطبتها وبتوافق. بس بيجيها اتصال من الشغل وبتطلب منها صاحبة الشغل السفر فورا لتصوير إعلان، وبتقلها كله يوم واحد وبترجعي لحبيبك. وبتضطر إنه توافق وبتروح لعند كوين حتى يوصلها، وبالأول بيرفض بس بعدين بتصر عليه وبيوافق. وهن بطريقهم بتواجههم عاصفة وبتضرب الصواعق الطيارة مما يعطل أجهزة الإرسال بالطيارة، وبيضطروا إنه يهبطوا بجزيرة نائية. وهن عم يهبطوا بتتكسر عجلات الطيارة، وبتدور أحداث كثيرة بيناتهم من متاعب وصعوبات واستلطاف وإعجاب ومطاردة القراصنة لهم. وبنلاحظ إنه بدأت تنشأ علاقة رومانسية بيناتهم، وبعدين بيلاقوا طيارة يابانية محطمة بالجزيرة من أيام الحرب العالمية، وبيلاقي كوين طريقة حتى ياخد عجلات الطيارة اليابانية ويركبها لطيارته. وفعلا بنشوفهم عم يجتهدوا ويعانوا حتى يركبوا العجل وبينجحوا، بس بيلاقوهم القراصنة وبيصيروا يرموا عليهم، وبيتصاوبوا كوين بس بينجحوا بالإقلاع. وبيرجعوا لكاواي وبيلاقوا أهالي الجزيرة عم يقيموا جنازة لإلهم، وبيدخل كوين المشفى وبتدور أحداث كثيرة. وبعدها بنشوف روبن اجت لعنده على المشفى وبتصير بتسأله إنه يلي صار بيناتنا بالجزيرة كان حب، وبيقلها إيه حب، بس لا أنت راح تترك نيويورك وتيجي تعيشي معي، ولا أنا راح أترك هون وبروح معك على نيويورك. وبتمشي وبنشوفه مع حبيبها بالمطار، وبتقله إنه نحن صعب نكمل سوا. وبيطلعوا على الطيارة بس بتكون مترددة كتير، وبيلحقها كوين وبيفكرها سافرت، بس فجأة بتشوفها وهي نازلة من الطيارة وبتقله شو عم تعمل هون، وبيقلها ليش ما سافرتي. وهون بنشوفهم عانقوا بعض واتفقوا إنه يكونوا سوا، وبيخلص فيلمنا ودمتم سالمين.